أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة جميلة لعمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي ونكهة الفحم. أول حاجة المقادير بدون خلطة سبايسي للكفتة، ودي المقادير بخلطة سبايسي للي يحب ده أو ده. أول حاجة عندنا علبة سبايسي هناخد منها كيس واحد بس، ونحطه على حوالي كيلو لحمة مفرومة، ودي التتبيلة بتاعتنا زي ما مكتوبة في المقادير بالظبط. والبصل هنا هنصفيه خالص من المية بتاعته، عشان لو في مية الكفتة بتاعتنا هتفك مننا، والمية اللي هتخرج من البصل هنصبع بيها الكفتة بعدين. ودي التتبيلة هنبتدي نخلطها كلها مع بعض كويس، ونبتدي نخلط التتبيلة الأول كويس قوي، وبعدين نحطها على اللحمة المفرومة بتاعتنا ونعجنهم مع بعض لغاية ما كل التتبيلة تتعجن كويس مع اللحمة، ونسيبها ترتاح. وده بيبقى شكلها، نسيبها نرتاح حوالي نص ساعة أو ساعة، وبعدين هنبتدي نصبحها. ودلوقتي هنبتدي نصبع الكفتة بتاعتنا. أول حاجة نمسك قطعة من اللحمة ونحطها مثلا في سيخ أو معلقة أو أي حاجة عندنا بالشكل ده، ونبتدي نبل إيدينا بمية البصل اللي احنا كنا مطلعينها من البصل اللي عملنا بيه الكفتة، وهنحط عليها رشة ملح ورشة زعتر ورشة فلفل اسود. وبعدين هنبتدي نصبع الكفتة بالشكل ده، ونعمل كل الكمية اللي عندنا ونحطها في طبق، ونسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة كده. وبعدين هنكون مسخنين على النار جريلا مدهونة بزيت خفيف، ونبتدي ننزل بالكفتة واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. واهم حاجة الجريلا تكون متسخنة كويس قوي، او الطاسة اللي هنعمل عليها الكفتة. ودلوقتي بعد ما خدت تقريبا وش معانا هنبتدي نقلبها على الوش التاني، ما نحركهاش خالص غير لما تاخد تقريبا الوش ده، تبقى ده شكلها بالظبط. وهي تقريبا هتاخد 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش ده. ممكن نغطي عليها عشان نضمن انها استوت كويس لمدة 5 دقايق ل10 دقايق. وبعدين هنجيب فحماية كبيرة ونحطها على النار لغاية ما تسخن كويس، وبعدين هنجيب الحلة او الحاجة اللي احنا هنحط فيها الكفتة، ونعمل في النص نحط ورقة فويل ونحط عليها الفحمة، ونحط عليها شوية زيت وبعدين نغطي عليها. وبكده خلصت احلى كفتة عندنا. هنسيبها بس ترتاح شوية وبعدين نقدمها. وبألف هنا وشفا، واتمنى حضراتكم تجربوها وتكون عجبتكم. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم. وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.